السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو. النهارده ان شاء الله هنعمل الطبق التحفه ده يشرف اي حد ويشرفك في اي عزومه. بس قبل ما نبدا كالعاده نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنسونيش باللايك والشير عشان اقدر انزل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدا. اول حاجه هعملها الشربات. النهارده انا هعمل كيس سكر. عملت كيس سكر، هحط عليه كوبايتين ونص ميه. كوبايتين ونص ميه، وهنزل عليه عصرة ليمونة، واحطه على النار لمدة 10 دقايق، واسيبه على النار. بس احسن حاجة تعمليه بدري او قبلها بيوم. انا عندي هنا القوالب دي بتاعة الكنافة الكونو. هبدأ اعمل كده ايه، هجيب كنافة طرح. اهم حاجة تروحي للراجل بتاع الكنافة تقولي له انا عايزة كنافة طرح وتكون صبحة. وهبدأ الف كده على العصيان دي بتاعة الكنافة الكونو. طب انا ما عنديش القوالب دي، مش هعملها. لا، هتعمليها يا ست الكل. هتروحي تجيبي ورق الألمونيا اللي هو عادي بتاع البوتاجاز اللي احنا كنا بنعملوه، وهتقصي منه وتعمليها على شكل قرطاس. انا ببل ايدي ببل صوابع ميه وانا بعملها والفها عليها عشان ايه تمسك معايا. هوريكي واحده كمان. بصي بتلفيها كده، وانت بتيجي في الاخر بتقطعي من هنا، وبعد كده بتبلي ايدك ميه وبتضغطيها بتمسك فيها. ما بتتحركش، يعني بتبقى ثابته. وبصي شكلها. هعمل لك واحده كمان عشان تشوفيها. وبرده لو ما عندكيش استخدمي اللي هي ايه، اللي هي اللي ورق الالومنيا عادي، وبتلفيه مثلثات وبيطلع معاكي كميه كبيره. بتعمليها تعصي ايدك ميه كده وتضغطي عليها كويس لحد ايه ما تمسك. واحده كمان بتقطعيها كده، هي العريضه دي، وبعد كده بتبداي تلفي لحد ما ايه تمليها كده، وبايدك بميه وتجي ايه بتضغط عليها. خلاص كده احنا ايه خلصنا. هنا انا عملت حاجه، بدات هي كده لو حسيت ان هي ايه مسكت عليها، انا ايه ما كانش عندي غير 6 وانا عايزه اعمل كميه، خلعتهم كلهم عشان اعمل كميه تانية. بس بنصحك ما تعمليهاش، لان هي في الفرن بتستوي، في منهم قفلوا، في منهم الكونو دي قفلت معايا. فانت اضمن ليكي ان انت تسيبي فيها ورق الالومنيا او اللي هي تسيبي فيها القوالب دي. بصي انا بقولك على كل حاجه حصلت معايا عشان تعمليها تبقى ناجحه معاكي كويسه جدا. انا كده ايه عملتهم. بصي عشان انا كنت عايزه اعمل تاني، كنت عايزه اعمل كميه كبيره. بس زي ما قلت لك، لا النصيحه لا ما تعملهاش كده، خليهم يسيبوا فيها. اهي بعد ما خلصت، احنا عندنا بقى كنافه متقطعه نشيلها؟ لا، قلنا نعملها كنافه الاساور. هنعملها برضو بالكونو بتاعت الكونو ديت، او ممكن هعملها لكم برضو على صابع ايدينا. اول حاجه اعملها لك بالكونو دي، وبعد كده هتعصي برضو ايدك ميه وتضغطي عليها. بصي شكلها بيبقى كده لو انت عايزاها كده. انا عملت كذا واحده، وبعد كده عملتها صراحه بايدي كلها، عملتها بصبع ايدي، لقيتها اسهل واحسن. وبتبقى صغيره، دي كبيره شويه اهي. هوريكي بقى اللي انا عملتها بايدي، واحده كده حته صغيره، بلفها على صبع ايدي، وبرده بالميه كده. مش ميه يا ما انت بتغسي ايدك ايه، حاجه صغيره خالص. هعمل لك واحده كمان قطعه صغيره، بدات الفها وهبدا الف كده، واكون عايزه ايدي ميه لحد ايه ما تثبت معايا اهي. بصي شكلها بجد تحفه. السمنه عندي هنا انا حاطه سمنه على زيت، مش هيحصل حاجه، هتبقى برضو طعمها حلو وهتطلع لونها جميل. سمنه على زيت، حطيت كوبايه، نص كوبايه سمنه على نص كوبايه زيت. وهنا عندي السمنه الزياده او كده انا هصفيها، هستخدمها تاني في الكنافه.
هبدأ برضو احط على كونه كده. النار عندي هادية، مشغلة الفرن هادية النار، مش عشان ايه، عشان تاخد لون كويس ولون موحد، ما استعجلتش عليها ان هي النار تبقى عالية. بصي بعد ما طلعت، بصي لونها شكلها حلو خالص، لونها جميل. هبدأ انزل على الشربات التقيل اللي احنا عملناه. الشربات ده هيكفيكي ياما. بصي، وعامة هي ما تحطيش شربات ياما، هي بصي بتحطي كمية بسيطة، وبعد كده ايه لو عايزاها تبقى حلوة خالص تغطيها شوية. انا هنا كنت ضاربة كريمة، حطيت نزلت عليها بحتة نوتيلا، معلقة نوتيلا كده. وبدأت ايه هنا ايه هزوق، احطها في كيس الحلواني وابدأ ازوق الكونو كده. بصي شكله. وهنزل عليها بالمكسرات، بالفستق الكداب، وهنزل لكم برضو الوصفة بتاعته. وهبدأ هنا الكنافة الاساور ازوقها. بصي هنا كده هوريكي واحدة وانا مزوقها، بصي عاملة ازاي شكلها. بصي شكلها، وهبدأ احط عليها مكسرات. بجد الفيديو ده انا عايزاكم توصلوه بجد لاعلى مشاهدة، لانه يستاهل بجد، وانا تعبت فيه جدا. بصي شكل الحاجة بجد تحفة جدا، شكلا والله وطعما. جربيها واكتبي لي كده في الكومنتات ان انت جربتيها وطلعت معاكي ايه. بصي الكريمة شكلها، وممكن ما تحطيش فيها كريمة، ممكن تحطي فيها مكسرات بس، هتبقى برضو معاكي طعمها تحفة جدا. يعني احنا هنعمل شوية بالكريمة، وهعمل كذا واحدة برضو بالنوتيلا. بصي عملنا هنا هنعمل بالكريمة عادي، مش هنحط عليها مكسرات. بصي هبدأ كده واحدة واحدة اهي احطهم هنا، وهنعمل دول بالنوتيلا. هعمل كذا واحدة بالنوتيلا اهو. وان شاء الله هاجي اعمل لكم الكنافة الفور سيزون قريب كده. وما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك. بصي منظر الطبق بجد، انا عايزه بجد تعليقات ياما قوي على الطبق ده. بصي يعني لو انت اشتريتيه من اي حلواني، شوفي هيكلفك قد ايه. عملناه في البيت بكل سهوله بكيلو كنافه بس. بصي شكله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشوفكم في فيديو جديد.